هل سامي زين هيغدر بسي ام بانك؟ ويا ترى مين العضو الجديد اللي هينضم لسيس رولينز؟ والحرب الاخيره ما بين درو ماكنتاير وداميان بريست؟ فيلا بينا نشوف اللي هيحصل في توقعات عرض الساتردي نايت مين ايفنت. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. Welcome to the Netflix era! عم بخة وعروضه السريعة الجميلة اللي هو دايما بيحب يقدمها، عمل بناء سريع لعرض باكلاش، عمل بناء اكتر من سريع لعرض الساتردي نايتس مين ايفنت. انا عارف ان العرض ده مجرد عرض شرف تريبل اتش بيقدمه، وانه ما بيغيرش فيه قصص او اي مباريات، وانه مجرد عرض تسليكي مش اكتر. تريبل اتش قدم نسختين من عرض الساتردي نايتس مين ايفنت، واحدة في اواخر 2024 وواحدة في بدايات عام 2025، ويعتبر تاني نسخة من عرض الساتردي نايتس مين ايفنت كانت كويسة اللي هو قدمها في يناير في عام 2025. فالنهارده يا عم بخة هو تالت عروض ساتردي نايتس مين ايفنت، العرض اللي انت قررت ترجعه تانية بعد غياب سنين وسنين وسنين. فاحنا عندنا كم مباراة كويسة جدا في العرض. عندنا مباراة سامي زين وسي ام بانك ضد برون بريكر وسيس فريك رولينز، المباراة اللي قايمة عليها عرض الرو والقصة كلها اللي موجودة فيها، ويا ترى سامي هيخون بانك ولا يا ترى في عضو جديد هينضم لسيس رولينز. وعندنا تاني المباريات درو ماكنتاير ضد داميان بريست، مباراة ستيل كيج ماتش، مباراة قفص، مباراة حلوة جدا. عندنا مباراة جاي اوسو ضد لوجان بول، وطبعا دي مش مباراة حلوة واحنا عارفين اللي فيها اصلا. وعندنا مباراة جون سينا ضد ارتروس، وطبعا دي برضو مباراة مش حلوة، بس ممكن تريبل اتش يقدم لنا حاجة واشك والله اعلم. ويلا بينا نبدأ بأولى التوقعات. مباراة الستيل كيج ماتش ما بين المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير ضد الكامبيون داميان بريست. العداوة اللي بدأت من الرويال رامبل علشان استاذ داميان بريست درو ماكنتاير بيقول ان داميان بريست بيدمر حياته في الدبليو دبليو اي، وان هو غيران منه، وان هو بيحاول يدور على النجومية علشان كده بيلاعب درو ماكنتاير. قدم اول ماتش في الراس المنيا 41، ماتش ستريت فايت ماتش، ملعب داميان بريست زي ما درو ماكنتاير بيقول، والمكان المفضل لداميان بريست علشان يقدم افضل اداء عنده. رغم كده درو ماكنتاير قدر يدمر داميان بريست في المباراة دي ويفوز عليه. ده اللي قاله استاذ درو ماكنتاير علشان درو ماكنتاير يبدا يلاحق جيكوب بلقب اليونايتد ستيت شامبيون، فداميان بريست كمان يدخل معاهم في المنافسه، ونشوف مباراه الفاتل فوروي اللي اتلعبت في عرض باكلاش ما بين جيكوب ونايت وماكنتاير وبريست. المباراه اللي داميان بريست عمل فيها الشوك سلام عند الجماهير على الترابيزات، وكان بيحاول يدمر مسيره درو ماكنتاير برضه زي ما درو ماكنتاير بيقول. فداميان بريست اتحدى درو ماكنتاير في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت على مباراه الستيل كيج ماتش، فدرو ماكنتاير وافق، ولكن بشرط حلو كده ان اللي يخسر يسيب العرض خالص، يغادر عرض سماك داون نهائي. وده اللي استاذ درو ماكنتاير حطه كشرط للمباراه. وهنشوف مباراه كويسه ومباراه عنيفه بين الاتنين ده بلا شك. بس هل انا متحمس لمباراه زي ديت او انا مستني مباراه زي ديت؟ بصراحه انا العداوه من بدايتها مش حاببها اصلا. انهم يروحوا للراس المنيا ما كنتش حاببها، كنت بقول ان العداوه دي اخرها عرض عادي، والعروض العاديه اللي انا اقصدها كان عرض ساتردي نايتس مين ايفنت او عرض باكلاش. يعني انا موافق على المباراه ديت ومش موافق على المباراه اللي اتلعبت في الراس المنيا. مفيش اي قصه حلوه بين الاثنين، عداوه غير متكافئه، عداوه تريبل اتش قدمها علشان يزيد المباريات اللي مالهاش اي لازمه في عرض الراس المنيا. بس احنا ممكن نطلع بالمباراه ديت بان الفايز يفضل في العرض والخسران يغادر عرض سماك داون النهائي. ده على حسب الكلام اللي استاذ درو ماكنتاير كان حابب يوضحه في العرض اللي فات. هو ما قالش كده بالنص، ولكن هو ده اللي هيحصل. واحد من الاتنين دول هيفضل في عرض سماك داون، وتاني هيغادر لعرض الرو. وبما ان في قصص جديدة لازم تنكتب ومصارعين يتنقلوا والدرافت الغير معلوم موعده لحد دلوقتي، فانا بتوقع في المباراة دي هو فوز داميان بريست على درو ماكنتاير، وبعدها درو ماكنتاير يقرر يغادر ويرجع عرض الماندي نايت رو. ومن هناك ممكن درو ماكنتاير ينضم لعصابة سيس فريك رولينز، بما ان سيس هو واحد بيحارب سي ام بانك، بيحارب سامي، بيحارب جاي اوسو، بيحارب رومان رينز، فهم دول الاخصام الحقيقيين لدرو ماكنتاير. فاتوقع ان خسارة درو ماكنتاير المباراة دي هتنقله لسيناريوهات كويسة وسيناريوهات جديدة. او ممكن درو ماكنتاير بانتقاله لعرض الرو يعلن ان هو مثلا بيتحدى جاي اوسو على لقب العالم، او يتحدى جون سينا على لقب الاندسبيوتد تشامبيون، لان احنا زي ما عارفين جون سينا لا هو في عرض الرو ولا هو في عرض سماك داون، هو مجرد مصارع حر بيظهر في العرض
العرضين الاتنين. خسارة درو ماكنتاير المباراة ديت هتنقله لسيناريوهات وقصص جديدة. عندك بقى يا اما ينضم لسيس، يا اما يلاعب جي اوسو على اللقب، يا اما يكون هو خصم جون سينا الجديد في عرض مان ان ذا بانك. انما فوز درو ماكنتاير في المباراة دي مش هيفيده باي حاجة. احنا عايزين نخلص من المباراة ديت وداميان بريست يخش في عداوة جديدة ودرو ماكنتاير يخش في عداوة جديدة. فانسب قرار للمباراة ديت هو فوز الكامبيون داميان بريست وخسارة المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. عندنا مباراة الجريتست اوف اول تايم، اخر الابطال الحقيقيين، جون سينا ضد ارتروس على لقب الاندسبيوتد تشامبيون. انتوا مستنيين ان انا احلل حاجة؟ مستنيين ان انا اتوقع حاجة؟ يا دي مباراة اصلا تنحط في عرض؟ يعني ايه ارتروس يلعب جون سينا على اللقب؟ ده ايه القصة الغريبة العبيطة اللي تريبل اتش بيقدمها دي؟ يعني انت ضحيت بظهور لجون سينا علشان يلعب ارتروس؟ كان عندك مصارعين كتيرة جدا ممكن تخليهم يلعبوا جون سينا على اللقب وكانت هتبقى حلوة، انما ارتروس انا عارف ان الراجل نفسه يلاعب جون سينا قبل ما يعتزل، ولكن ليه؟ انت مستني ايه اللي يطلع من المباراة دي؟ اتوقع فوز ارتروس؟ اتوقع ان هم يقدموا مباراة حلوة؟ في كل الاحوال المباراة هتطلع وحشة ونتيجتها هو فوز جون سينا. تخلص بقى دي كيو، تخلص معرفش ايه، انما جون سينا وارتروس لا هيقدموا مباراة كويسة ولا هنطلع بالمباراة باي قصة، وكل اللي احنا هنستفيده ان ارتروس هيشارك في الجولة الاعتزالية بتاعه جون سينا مش اكتر. كان عندك نجوم كتيرة جدا في الاتحاد ممكن تخليهم يلعبوا بدل ارتروس المباراة دي. ده غير الاشاعات اللي طالعة ان جون سينا واستاذ ترايف سكوت ممكن يلعبوا ضد كودي رودز، وحد كمان يكون مع كودي رودز في التاج تيم وما اتذكرش اسمه، والحد ده ما كانش برضه له علاقة بالمصارعة زي ترايف سكوت. الكلام ده دارج لعرض مان ان ذا بانك. يعني احنا عارفين ان مباراة جون سينا وارتروس هي مجرد مباراة تسليكية وجون سينا اللي هيفوز بالموضوع ده كله، والخصم الجديد لجون سينا هيكون مين؟ هو ده السؤال. هل مثلا هنطلع بخصم جديد لجون سينا من المباراة ديت؟ اشك. جون سينا كده كده مجدول لعروض الرو سماك داون بعد الساتردي نايتس مين ايفنت، فانا مش عارف اعمل ايه في المباراة دي. يعني اتوقع ايه؟ اقول ايه؟ ليه اصلا دي اتعملت جون سينا ضد ارتروس؟ كفايه لقطة ارتروس اللي عملها في عرض باكلاش، كفايه اللقطة اللي عملها في المؤتمر الصحفي لما جون سينا ضربه وعمل له الايه على الترابيزه. ده كله كفايه. لا تريبل اتش لا مش كفايه، لازم يلعبوا بعض وعلى اللقب. طب ايه دوافع ارتروس ان هو يلعب على اللقب؟ هل يستحق؟ ايوه هو اللي ساعده في الحفاظ على اللقب. وحياة امك يا عم تريبل اتش بتهزر؟ احنا ارتروس ده سايبينه عشان بيضحكنا خلف الكواليس. يعني انت رامي كيريان كروس بدون اي قصه، بدون اي ماتش، بدون اي لقب، في مقابل ان ارتروس يلعب ضد جون سينا؟ هزله. انا توقعي معروف، فوز جون سينا باي طريقه، اخضاع، عد، دي كيو، مش فارقه. هو مباراه اصلا ملهاش اي لازمه. عندنا مباراة التاج تيم، سيس فريك رولينز وبروم بريكر ضد سامي زين وسي ام بانك. المباراة الافضل في العرض كله بلا منازع، المباراة اللي صعب انت تتوقع فيها مين اللي هيفوز. سيس رولينز وبناء العالم المصارعة بشكل جديد زي ما هو بيقول، وبعد فوزه طبعا في المين ايفنت في الراس المانيا، وشفنا اللقطة الشهيرة لما بول هيمن اتعاون معاه وغدر ببانك وغدر برومان رينز، وبعد كده تدميره الرومان وبانك في عرض الرو وبروم بريكر انضم ليه، ودلوقتي كان بيحاول يفوز بلقب العالم ضد جي اوسو وسي ام بانك منعه. فاتوقع بنسبة كبيرة ان المباراة ديت هنطلع منها بقصة عظيمة جدا جدا. القصة مبنية هل سامي زين هيغدر بسي ام بانك ولا لا، نظراتهم في عروض الرو، التعاون ما بينهم وما بين بعض. سامي زين بيقول لسي ام بانك ان احنا عدونا واحد هو سيس رولينز، وان الموضوع دلوقتي مش متوقف على رومان رينز او غيره، فاحنا نلعب الماتش ده مع بعض، نخسر سيس وبروم بريكر وبعدين يحلها الف حلال وكل واحد يروح في حاله. ماتش زي ده ايه الانسب وايه القصه المناسبه في المباراه دي؟ هل سامي زين هيغدر بسي ام بانك؟ الاجابه هي لا، مستحيل سامي زين يغدر بسي ام بانك، مش هتمشي القصه دي. بس احنا شفنا اللي حصل لسامي زين اصلا من سيس رولينز وبروم بريك ودمروه في عرض الرو، ففي المقابل بانك برضه حصل على نفس الضرر من سيس وبروم بريك. واتوقع ان ماتش زي ده لازم يمشي في اتجاه واحد بس، يا اما سيس وبروم بريكر يفوزوا بالمباراه دي بدون مساعده اي حد ويفوزوا بخلاف بسيط جدا ما بين سي ام بانك وسامي زين في المباراه، يا اما في عضو جديد ينضم لبرون وسيس رولينز يتسبب في خساره سي ام بانك وسامي زين. ده انسب سيناريو للمباراه دي، يا اما حد يتدخل وعضو جديد ينضم لبرون وسيس، يا اما سامي وبانك يحصل بينهم خلاف في المباراه يتسبب ان سيس وبرون بريكر يستغلوه ويفوزوا بالمباراه دي. انما فوز سامي زين وسي ام بانك هتبقى نقطه سوداء في العداوه والقصه كلها، لان احنا لسه بنبني للفريق والعصابه الجديده بتاعه سيس رولين. ليه نخسرهم اول ماتش ليهم؟ نفس الفكره اللي حصل في عرض باكلاش السنه اللي فاتت في 2024 لما سولو وتاما تونجا لعبوا ضد راندي اورتن وكيفن اوين، ولازم وقتها
بعدها ان سولو يفوز وانضم عضو جديد لسولو اللي هو الاسطوره تونجا لوا، وسولو قدر يفوز بالمباراه دي علشان تحصل القوه والهيمنه والسيطره. فانا بتوقع ان برون بريكر وساس فريك رولينز في المباراه دي هيقدروا يفوزوا على سي ام بانك وسامي زين، سواء بانضمام عضو جديد لساس وبرون بريكر او سواء حصل خلاف ما بين سي ام بانك وسامي زين في المباراه. ده اللي هيخدم القصه وده اللي هيخلي القصه تستمر لفتره اطول، لان احنا عايزينها تستمر لان القصه دي لسه فيها اسرار كتير قوي قوي قوي. عندنا مباراة بطل الورلد هيفي ويت شامبيون، المين ايفنت، الواد اللي مفيش منه اتنين، الجامد الفشيخ المز القمر جاي اوسو، ضد حامل درع اليوتيوب الفضي والذهبي والالماسي ونجم السوشيال ميديا الاول لوجان بول، اللي بسم الله ما شاء الله ماسك الجيم ما بيخرجش منه وعمال يتمرن وبيطلع فورمه علشان يلاعب واحد فورمته عباره عن غطا بلاعه استاذ جاي اوسو. جاي اوسو اللي فاجئنا كلنا وفاز بالرويال رامبل وفاجئنا كلنا وغلب جونتر، دلوقتي بيلاعب واحد ما بيعرفش يصارع. انت عندك واحد مؤدي زي لوجان بول هو مش مصارع ضد جاي اوسو اللي كل علاقته بالمصارعه انه بيعرف يقول ييت مش اكتر. نسيبنا بقى من الكلام اللي بياكلش عيش ده ونخش على التوقع عدل، لان انا نفسي مقفوله جدا من المباراه دي. احنا مش محتاجين حاجه من المباراه دي غير ان جاي اوسو يحافظ على اللقب. مصطفى اللي بيقول كده، مصطفى عايز جاي اوسو يخرج محافظ على اللقب. ايوه انا ليه اشوف يوتيوبر يبقى بطل عالم في الدبليو دبليو اي؟ على الاقل جاي اوسو عيلته لها ارث كبير في عالم المصارعه وهو منها. هنعتبر جاي اوسو زي جندر مهال يا اخي، بل جندر مهال احسن منه، على الاقل جندر مهال بيعرف يصارع بيعرف يتكلم على المايك. انما ان انا اشوف لوجان بول بطل عالم، لا، حسبي الله ونعم الوكيل. انا عارف ان هو معاه شويه فلوس وبيصرف منها. هي القصه في العداوه ما بين جاي اوسو ولوجان بول هتكون دايره على حاجه واحده بس، مين اللي هيلاعب جونتر في عرض الرول اللي بعدها يوم 9 يونيو. مين اللي هيواجه جونتر؟ يا ترى جاي اوسو ولا لوجان بول؟ هو بنسبه كبيره هيكون جاي اوسو، هيكون الريماتش لجونتر، وجونتر في المباراه اللي هيلاعب فيها جاي اوسو هيكون قريب جدا من ان هو يفوز، وهي دي المباراه اللي هيرجع فيها جولدبرج. وده اخر مره هقول ان جولدبرج هيرجع ومش هقولها تاني. فان احنا لازم نطلع بقصه واحده بس، جاي اوسو يغلب لوجان بول زي ما كودي رودز غلب لوجان بول في عرض السعوديه اللي اتلعب السنه اللي فاتت. فهو لوجان بول هيشارك بشكل شرفي مش اكتر، هيخسر بشكل شرفي مش اكتر لجاي اوسو زي ما خسر للاستاذ كودي رودز السنه اللي فاتت. هي الفكره كلها ان احنا لازم ننتقل ان جاي اوسو يلاعب جونتر مره تانية. ده هيكون تاني دفاع لجاي اوسو عن اللقب بعد دفاعه الاول ضد سيس فريك رولينز. وبصراحه لازم جاي اوسو يفوز الصراحه، لانه في المباراه الاولى كان سيس رولينز كان بيهينه في المباراه. فاعتقد ان ده وقت المين ايفنت جاي اوسو علشان يثبت ان هو يقدر يحافظ على لقبه بشكل نظيف. ده واحد خلى جونتر يستسلم، فمش هيخلي جاي اوسو يعمل كده. فالمباراه دي مش عايزه اي فكره، جاي اوسو هيكسب بدون اي صعوبه وبدون اي قصه. واتوقع انها تكون المين ايفنت بتاع العرض كله. العرض هيتلعب يوم السبت منقول على قناه الدبليو دبليو على اليوتيوب. العرض ما بياخدش ازيد من ساعتين ونص بالمباريات اللي فيه وبس كده. احلى شباب في الدنيا، ما تنسوش تتابعونا على حساباتي الشخصيه فيسبوك والتيك توك والانستجرام، وتتابعني على صفحه الفيسبوك بنقرب على 18000 فولورز. كل الروابط موجوده في اول كومنت وفي الديسكريبشن. كان معاكم مصطفى محمد واحلى سلام.